أعزائي متابعين قناة عرب نتورك، أثناء مشاهدتي لدورة الألعاب الأولمبية شاهدت فريق نيوزيلندا وقد أدهشني ما قد قدموه في بداية العرض، وهو عرض لرقصة الهاكا. وإليكم هذا التقرير عن الرقصة. هل سمعتم من قبل عن قبائل الماوري؟ الماوري هم السكان الأصليون لنيوزيلندا، وكان رجال الماوري يقومون بأداء رقصة الهاكا. فما هي رقصة الهاكا؟ رقصة الهاكا رقصة قتالية تؤدى قبل المعارك استعراضا لقوتهم بهدف إلقاء الرعب في قلوب الخصوم، واستخدمت رقصة الهاكا في العديد من المناسبات، حتى غدت استعراضا فلكلوريا يستخدم للترحيب بكبار الضيوف والاحتفال بالإنجازات، وأيضا في الجنائز. كما استخدمت من قبل الجيش النيوزيلندي في بعض الاستعراضات العسكرية والتشريفات، حتى باتت تستخدم كرقصة تراثية في الأفراح والاحتفالات. وقام الممثل جيسون موموا بتجربة أداء ارتجالية شخصية قائد حرب قبلي في المسلسل الشهير صراع العروش. Ei avata sosi elikan, rikoya arikan. وكانت رقصة الهاكا سببا في حصوله على الدور في هذا المسلسل. وهكذا باتت رقصة الهاكا تقدم من قبل الفريق النيوزيلندي قبل أداء أي ماتش، وقد حصلوا على كأس العالم عام 1987 و2011 و2015. وأخيرا وليس آخرا، أرجو أن ينال التقرير إعجابكم. والآن لكم سؤال الحلقة: من هو الأفضل في رقصة الهاكا؟ الممثل النيوزيلندي مانو بينيت أم جيسون موموا؟ ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب فضلا بالقناة. Ura upa ne kupa ne pititera.